عمرك حسيتي براسك في شي لقطة عشتيها من قبل، أولا كيدوز عليك شي منظر ولا شي حاجة كتقول هادشي راه فايت عايشو، والأبعد من هذا هو أنك تقدر شي لون أولا شي لقطة خفيفة تكون مفكر غطرا من بعد، طرات لك ياك؟ كتبدا تقول ناري ياك ما تسطيت، ياك ما وليتش كنعرف المستقبل، كاملين كطرا لينا ارتاح، وأجي دابا نفهمو علميًا اش كيطرا في المخ في هاديك اللحظات. أولًا قبل ما نفسرو هادشي خصنا نعرفو المخ ديالنا كيفاش كيخدم. النظام ديال المخ ديالنا فيه جوج الأنظمة، النظام ديال الذاكرة اللي هو الديسك دور ديال مخك وغالبا غيكون SSD، وعندنا نظام المعالجة واللي هو البروسيسور ديال راسك. ملي كتدخل المعلومة للراس كتخزن في الديسك دور وفي نفس الوقت كيعالجها البروسيسور انستونطانيمون في نفس الوقت. حكروا لي على الفرنسي. اللي كيوقع هو انه البروسيسور ديالك بعض المرات كيتعطل في معالجة المعلومة شويه د الوقت، وكنقول لك اجزاء من الثانيه، ولكن راه ما غيبانش لك الفرق، ولكن راه كاين اجزاء من الثانيه كيتعطل في المعالجه، في نفس الوقت المعلومه راه تخزنات في الديسك دور. سكيفي ملي كتولي بالوعي ديالك كتحس براسك عشيها من قبل وكتقول هذا المنظر راه شفتو من قبل، لا، راه غير الديسك دور صيفط لك نوتيفيكاسيون باللي راه هذه المعلومه ديجا عندي داخله، وهذا الشيء راه كيطرا في اجزاء من الثانيه من المخ. يعني خلاصة القول وما كتعلم لا غيب، استغفر الله العظيم، ما كتعرف المستقبل، ما كتعرف والو، هذاك الشيء غلط في مخك كيطرى بعض المرات، وسيروا صيبوا مخاخكم. ايوا سيادنا حتى لهنا غادي نكونوا فهمنا كيفاش كتحس براسك عشتي شي حاجة من قبل، او لا يمكن تعرف حتى شي ديتاي جاي من بعد.